غواصة تايتان اللي هي كان راكبها 5 أشخاص، يعني من أثرياء العالم. ملياردير بريطاني وآخر باكستاني هو وابنه، ومستكشف فرنسي، وصاحب الشركة المنظمة للرحلة، عشان يستكشفوا حطام سفينة تايتانيك. كل واحد فيهم دفع 250 ألف دولار عشان يستمتع بعض اللحظات أو بعض الساعات تحت المية وهو بيشاهد الحطام السفينة. انت عارف كان املهم ايه وهم بيشوفوا مخزون الاكسجين وهو بيخلص؟ املهم ان هم يدفعوا ملايين الدولارات عشان يشموا شويه الهواء النظيف دول. انت عارف كان شعورهم ايه وهم حاسين بالهلع والخوف وهم بيواجهوا الموت؟ كان نفسهم يدفعوا ملايين الدولارات عشان يقعدوا مع اهليهم ساعه واحده امنين فيها. انا وانت قاعدين دلوقتي الحمد لله امنين مع اولادنا، بنشم هواء نظيف، بناكل اكله كويسه الحمد لله، وده كله ببلاش. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يوم فقد حيزت له الدنيا.